ازاي يكون انسان قنوع؟ اعتقد ان القناعه دي ناقصه عند كتير من الناس، يبقى عاوزين اللي عند غيرنا، بس دايما حاسين في حاجه فايتانا، في متعه ناقصه. في طب ما احنا لو جينا ركزنا كده، هو احنا جايين اصلا عايشين الدنيا دي ليه؟ عشان نقعد نسعى ان احنا نرتقي في مستوى المعيشه، مستوى الفسح، مستوى المتع؟ هل احنا بنقعد نشتغل ونجيب فلوس علشان بس نصرفها على المتع بتاعتنا او الفسح مش شرط تكون حاجه حرام يعني، كمان يعني ممكن تبقى متع حلال عادي جدا. بس هل احنا اصلا بنسعى وبنتعب في الدنيا قد كده عشان بس نحقق لنفسنا متعه لحظيه او مؤقته، او بنتعب كل التعب ده عشان النتيجه دي بس؟ اعتقد ان كل واحد فينا محتاج يقف وقفه ويقول لنفسه انا جاي الدنيا دي بعمل ايه وليه، وجايين بنتعب التعب ده لمجرد ان احنا بس نحقق متعة لحظية؟ هو احنا اصلا جايين الدنيا دي عشان نحقق متعة من الاساس؟ بجد احنا برضو مهما استمتعت ومهما خرجت ومهما جيت ومهما سافرت، كل الحاجات دي بتخلص. يعني انا لو قعدت سفرية قعدت فيها سنتين 3، ما السنتين 3 دول بيخلصوا برضو عادي، والمتعة دي بتنتهي في الاخر. الإجابة هي إن إحنا جايين الدنيا علشان الآخرة، والامتحان بتاعنا بيبدأ من بداية ما إن إحنا الحجاب ينكشف عن عينك وتبدأ تشوف الملائكة وتشوف ملك الموت. هو دي بقى خلاص، وده الامتحان. والامتحان ده عبارة عن لحظات، إما قصيرة على أهل الجنة يا إما تكون طويلة على أهل النار. وايه اللي هيخلي في ناس من اهل الجنه وناس من اهل النار؟ هو العمل في الدنيا. طب انا ازاي اعمل عمل في الدنيا يخليني من اهل الجنه؟ اكيد محدش فينا حابب ان هو يكون من اهل النار. عشان تعمل عمل اهل الجنه، ان انت تخلي كل عمل بتعمله في الدنيا نيته الاصليه والحقيقيه هي الاخره، والاجر في الاخره. يعني مثلا زي انت عايش دنيتك، بتصحى الصبح بتفطر وبتلبس وبتروح جامعتك مدرستك شغلك، بتصحى تشتغلي. لو بنت مثلا بتصحي مثلا مش وراكي مدرسه، خلصتي مدرسه جامعه اتجوزتي يا ستي وقاعده في البيت، بس وراكي شغل في البيت برضو، انت بتصحي تشتغلي في البيت. طيب دي كلها اصلا اعمال دنيويه عاديه جدا، صح؟ ازاي بقى نخليها اعمال الاخره؟ ببساطه شديده هي النيه. النيه بتقدر تغير اي حاجه، كل حاجه، واساس العمل هو النيه. النية دي عبارة عن ان انت بتقول جوا نفسك في افكارك، ان بتفكر جواك. طب ازاي اخلي النية دي نية علشان الاخرة بقى؟ ببساطة هو ان انت تقول جواك يا رب انا نويت اعمل ان انا اصحى الصبح وافطر وابدأ شغلي، ابدأ مدرستي، ابدأ جامعتي علشانك ان انا بطلب علم. مثلا لو انا في مدرسه او جامعه، يا رب انا بصحى من النوم بفطر عشان اقوي جسمي، عشان اقدر ان انا اروح اطلب العلم ده، علشان اكون مسلم قوي وعالم، ما اكونش مسلم جاهل، عشان انصر الدين، عشان انا اكون المسلمين دول يبقى صورتهم حلوه، المسلمين دول علماء مش جهله. نية كمان مثلا ممكن ان انت تحطها للي قاعده في البيت، مثلا خصوصا انت قاعده في البيت دلوقتي، حتى يا رب بصلح بيتي عشان مجتمعي ده كله ينصلح. المجتمع بيبدأ من البيت، لو كل بيت صلح هتلاقي المجتمع ده بقى كله صالح، وهكذا بقى. نحاول ان احنا نحط نية في كل شيء في حياتنا، علشان ان احنا في الاخر تلاقي نتيجة. وقت بقى الاختبار لما يجي ملك الموت، تلاقي عندك صلاتك مستنياك، صيامك، زكاتك، صدقتك، الابتسامة، القول الطيب، الفعل الحسن، ان انت ما كنتش انسان مؤذي اصلا، حد ذاته اصلا ده حسنات. يعني ان انت ما كدبتش، ان انت ما عملت، انت كنت في موقف ممكن تكذب، في موقف كنت ممكن تستسهل جدا، بس انت مثلا ما عملتش كده وقلت لا للاخرة. واعتقد ان المعادلة بسيطة، 1+1=2. عيش في الدنيا للاخرة.